الشعب قام بثورته، ثورة 25 يناير، والحمد لله معظم وغالبية الأهداف بدأت في التحقق بشكل مرضي للجميع. لم يتبقى لنا الآن إلا الوقوف والتكاتف جميعا من أجل النهوض بمصر، من أجل خلق مصر جديدة وحديثة نفخر بيها، بلد تحضننا ونحضنها ونحس إن كل واحد فينا عايش بأمان، مطمئن على اقتصاده، مطمئن على مستقبل أولاده، على تعليم أولاده، على النهوض بكافة المجالات فيها. بتصور إن الموضوع ده لا يقل أهمية عن إسقاط النظام البائد أو محاكمة رموز الفساد. اسمحوا لنا نرحب ويشرفنا ضيفنا النهارده اللي معانا ومع حضراتكم دكتور صادق رضوان، الخبير الاستشاري في تطوير الدول الناميه. كل سنه وانت طيب ورمضان كريم. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وانتم طيبين للساده المشاهدين وانتم بالصحه والسلامه. اهلا وسهلا. تطوير الدول الناميه يعني عنوان رئيسي او عنوان ممكن نقراه في جورنال، بس ما احناش عارفين حيثياته ايه، تفاصيله ايه، المفردات اللي ممكن تندرج تحت هذا العنوان. تطوير الدول النامية يبقى احنا هدفنا الاستراتيجي ان احنا عاوزين نحول دولتنا من دولة نامية الى دولة حديثة، اللي هو دوت المعنى او المفهوم المبسط لتطوير الدول النامية. تطوير الدول النامية يعني النهاردة ازاي يبقى عندنا نوع من الاستثمار للشباب او لشعب مصر بالكامل، مش شباب مصر بس. ازاي الدولة تنهض صناعيا، تنهض زراعيا، تنهض في مجال الخدمات، تنهض في مجال المعمار، في شتى مجالات الدولة. هو دوت ازاي الدولة تبقى دولة قوية اقتصاديا، لان اي دولة قوية اقتصاديا بالتالي بتبقى قوية سياسيا. فهو كلمة تطوير الدولة النامية يبقى هدفنا الاستراتيجي ان احنا دولة نوصل نامية يعني دولة ضعيفة لسه، دولة مش ضعيفة قادرة تقف وقفة قوية في وسط السوق العالمي. أنا أقول لحضرتك الدولة النامية في فرق ما بين الدولة النامية والدولة الحديثة. الدولة الحديثة اللي هي بتنقسم إلى قسمين. القسم الأول في الدولة بيبقى ذو المؤهلات العليا، والقسم الثاني في الدولة اللي هي المهن الحرفية في جميع التخصصات. ده بالنسبة للطاقات البشرية طبعا. الدولة النامية اللي هي بيبقى فيها المؤهلات العليا وبيبقى فيها الطبقة الأمية اللي هي زي مصر. النهاردة الطبقة الأمية عندنا في مصر بتمثل نسبة كبيرة جدا من الشعب المصري. السؤال اللي بيطرح نفسه هنا، ازاي أنا أستثمر هذه الطبقة، ازاي أحولها في المجتمع إلى طبقة عاملة، طبقة فعالة. ازاي أخلي هذه الطبقة تعتمد على نفسها، يعني يحصل نوع من الوعي الثقافي، يحصل نوع من تغيير في السلوكيات المجتمع. ازاي يحصل من ان انا اوصله لمرحلة ان هو يبقى معتمد على نفسه في شتى المجالات، سواء في مجال الصناعة زي ما قلنا، او في مجال الزراعة، او في مجال المعمار، او في مجال يعني ده الخدمات. هيدعم بشكل قوي جدا وهيركز الضوء بشكل قوي جدا على منظومة التعليم. طبعا. إذا أنا عندي 40% نسبة أمية في المجتمع المصري، يعني بادئ ذي بدء ألف ب هيعرف يقرأ ويكتب، ده أولا. بدايات التعليم يعني بدايات التعليم. النهارده مش محتاجين ان كل الشعب يوصل لمراحل التعليم العالي، يعني مش مطلوب، لان النهارده المهنه الحرفيه هي اساس قيام اي دوله حديثه. فالنهارده مش مطلوب ان انا اوصل ال 80 مليون الى الجامعات او يتخرجوا من الجامعات، لكن يبقى معاهم دبلومات بدايات متخصصة. التعليم. بدايات التعليم بالاضافه طبعا لموضوع دبلوم، زي ما حضرتك قلتي كلمه جميله، معاهم دبلومات متخصصه في مجالات مختلفه. يبقى احنا هنا محتاجين التخصصيه. يبقى أنا النهاردة علشان أنا هدفي الاستراتيجي في الدولة في المرحلة القادمة أن أنا أعتمد على اتجاهين. الاتجاه الأول اللي هو اتجاه الزراعة، والاتجاه الثاني اللي هو اتجاه الصناعة. يبقى أنا النهاردة عاوز أحول الدولة أن أنا أزرع اللي هعيش بيه أو هاكله، وأصنع اللي أنا هستعمله وأصدره. يبقى هم دولت الهدفين الأساسيين اللي بتقوم عليهم الدولة الحديثة. كويس. تمام. طب أنا عشان النهاردة أزرع أو عشان أصنع، لازم يبقى أهم حاجة بالنسبة لي هي القوى البشرية.
دي الاساس، حتى مش بالنسبه لي انا، حتى بالنسبه كمان للمستثمر الاجنبي، لان اساس قدوم المستثمر الاجنبي لمصر ان هو يبقى يلاقي قوه بشريه، بس قوه بشريه متميزه او متخصصه. طيب انا النهارده عشان احول هذه القوى البشريه الى قوه بشريه متخصصه، يبقى انا بحولها في شتى المجالات. طيب يبقى انا محتاج النهارده ان انا اغير الاستاندر المصري بتاعي، يبقى انا النهارده اشتغل حسب الاستاندر العالمي. كويس. يبقى عشان اغير الاستاندر بتاعي يبقى انا محتاج ان انا ابدا كمرحله اولى ان انا افتح المدارس او المراكز المهنيه الحرفيه المتخصصه في شتى المجالات، سواء في مجال الزراعه او في مجال الصناعه او في مجال الخدمات او في مجال المعمار، اللي هم الكيانات اللي بتقوم عليهم الايه الدوله. وتبقى واعمل حاجه اسمها التخصصيه. يعني النهارده انا محتاج يعني إن محتاجين نعمل ايه؟ نجيب خبراء يعلموا ولادنا اللي هيشتغلوا في مجال الزراعه ازاي انت هتزرع الارض، ازاي انت هتتعامل مع السماد، ازاي هتشوف هتاخد نتاج هذه الارض امتى، ولا قبل دول لازم يبقى عندنا في سلوكنا الانساني على المستوى الانساني البسيط مبدأ انه كفايانا استهلاك بقى، احنا شعب استهلاكي بشكل قاتل وربما بشكل بيستنفذ كل طاقتنا، نتعلم ازاي فعلا زي ما حضرتك بتقول هنزرع اللي هناكله، هنصنع اللي هنستخدمه، نتوقف عن ان احنا نستعمل على طول منتجات جايه لنا من بره. يعني عندنا تجربة بالظبط. الصين والهند رغم الاعداد الكبيرة. ننسى عقدة الخواجة أرجوك. بالبساطة، يعني ننسى كلمة ده بتاع بره، يعني مش عاوزينها بقى، كفاية. انا عاوز اقول لحضرتك حاجة، احنا محتاجين في الفترة الحالية، مصر محتاجة، مصر وهركز على كلمة مصر، مصر محتاجة في الفترة الحالية ان احنا نقفل الباب على نفسنا ونبدأ نستثمر نفسنا بنفسنا، ونشوف عندنا ايه بقى ونشوف نشتغل عليه. ايه ثرواتنا اللي موجوده في مصر. دي رقم واحد، سواء في كل المجالات، ونقدر نستفيد من هذه الثروات، ويبدا يبقى تركيزنا الشاغل على الزراعه والصناعه. اللي حضرتك كخبير استراتيجي كيف ترى ثروات مصر؟ لو قلت لك النهارده احنا قاعدين اهو وقافلين الباب، ايه اللي عينيك شايفاه؟ مصر فيها ايه نقدر نشتغل عليه ونستثمره ونستغله علشان نخلق مصر افضل؟ بصي، هو ربنا سبحانه وتعالى خلق كل بلد زي ما خلق البشر بأشكال مختلفة، زي الآسيويين غير الأوروبيين غير الأفارقة، برضو خلق كل بلد بثروات مختلفة. ليه؟ لأن حكمته إن هو يعمل تكامل، إن إزاي يعني إحنا عندنا بعض الثروات والدول الأخرى عندها بعض الثروات، وبيحصل تكامل للعالم كله. فدي حكمة الله سبحانه وتعالى. فالنهارده مصر فيها ثروات متعدده ونقدر نستفاد منها كويس جدا. هناخد مثال واحد مثلا، يعني لما بنيجي نتكلم في سينا، الرمله بتاعت سينا النهارده ماده السيليكون كاربايد هي ماده مستهلكه بشكل كبير في العالم كله. النهارده هي اجود خامات اللي هي خامات الانتاج ماده السيليكون كاربايد، لو تم تحويلها هذه الرمله الى ماده السيليكون كاربايد، وبتستخدم حاليا في منتجات الزجاج. تمام. فالنهارده ده لو خدناها كمثال بسيط، عندنا الغاز بتاع مصر ممكن نحول، لو احنا في حاجه الى طاقه كهربائيه نقدر نحول الغاز بتاع مصر الى طاقه كهربائيه بدل ما نصدره للخارج، بس احنا لو في حاجه لطاقه كهربائيه، ده كمثال. فالنهارده كيفيه التفكير في استثمار الثروات اللي موجوده في مصر ده شيء سهل مش صعب، بس احنا زي ما بقول لحضرتك عاوزين نقفل على نفسنا، وعاوزين نبتدي، عاوزين نكون كل مصر، كل 85 مليون ايد واحده وفكر واحد واتجاه واحد، ما ينفعش التشتتيه. لا، ونبقى غيرانين على بلدنا كده، وعايزين عندنا ولاء، نتميز وعايزين عندنا نختلف، بالظبط، وعايزين نشتغل على ميزاتنا النسبيه زي ما حضرتك بتقول. بالزبط. كل مكان فيه ميزه نسبيه ما بالزبط. ربنا خصها بيه واي حاجه عشان نكمل بعضينا كعالم. واي حاجه في الخامات هنقدر نجيبها من الخارج ونكمل صناعاتنا ونكمل زراعتنا. حضرتك لما بتسأليني هنستورد الخبرات الخارجية علشان نقدر ننمو في مجال الزراعة أو في مجال الصناعة، لا، احنا مش محتاجين استيراد خبرات خارجية. احنا عندنا النهاردة ولادنا الخارجين، الشباب الخارجين الحديثين
النهارده نقدر نبعت هذا الشباب للخارج علشان في دورات تعليميه عشان يقدر يستفاد من الخبرات ويجي يفيد اللي هو اخواته واهله وولاده هنا فين. يعني انا اسفر 10 عشان ال10 يجوا كل واحد فيهم يعلم لي 10 تانيين يبقى علمت 100 ويعلم 1000 والشخص يعلم 1000. يبقى انا النهارده لازم يبقى عندي نوع من الفكر والوعي ازاي انهض بمصر، بس باخد الموضوع بنوع من الثلاثه والبساطه، ما بقاش الموضوع مش معقد. وفي مثل زمان كنا نقوله يعني ادي العيش لخبازه. بالظبط. فالنهارده ولو كان نص بالظبط. فالنهارده لازم نشوف فين العلماء بتوعنا، فين الادباء بتوعنا، فين الخبراء، فين الفرص كمان للشباب الصغير المبتكر. النهارده لازم نطور وننمي هذا الفكر في الشباب الصاعد الصغير عشان النهارده نديله فرصته في انه يعمل افكار جديده بالنسبه لمصر. دكتور صادق، يمكن انا معجبه جدا ببساطه المفردات اللغويه اللي حضرتك استعملتها في تعبير احنا نقفل الباب على نفسنا طبعا ونشوف عندنا ايه معانا ايه، زي اي اسره بالزبط. وزوج وزوجه ما بيقعدوا والله انا مرتبي 100 وانت مرتبك 300. هي نفس الفكره كنواه. ونشوف احنا هنصرف في كذا ومطلوب مننا كذا ونقدر نحوش كذا، وبالشكل ده تمشي الحكايه يا رب ومصر دايما تبقى جميله. بروتوكول تعاون مع المانيا وخطه لانشاء 100 مدرسه، ايه الحكايه؟ ويمكن كنت بسالك تطوير 100 مدرسه يعني هنشتغل على قديمه كده بالتعبير الدارج، ولا ابدا من الصفر واعمل 100 مدرسه صح كما يجب ان تكون المدرسه؟ انا بشكر حضرتك طبعا على المعلومات الجميله ديت. انا شخصيا ما بحب سياسه الترقيع. كويس. أنا برفض هذا الاتجاه تماما لأنه بيؤدي إلى الفشل السريع. موضوع ال100 مدرسة مهنية حرفية، يعني أنا بناشد كل شباب مصر إن ما تستناش، فكر تعمل إيه لبلدك، فكر إزاي تتحرك، فكر يبقى عندك طموح، يبقى عندك إرادة، يبقى عندك قوة. ما تستناش حد، ما تستناش قرار. أنا بصفتي كخبير استشاري في ألمانيا اشتغلت في هذا المشروع من سنة، يعني حتى قبل ما تحدث ما تحدث ثورة 25 يناير فكرت ازاي عاوز انهض بالطبقة الأمية في القرى، وبالذات عاوز أبدأ بصعيد مصر بآبار إيجيبت. كويس. والجزء الآخر اللي هم منطقة سيناء اللي أهملت خلال فترة الحكم السابق. لأن فعلا النهاردة لما نيجي نستثمر الأسرة القروية اللي عايشة في القرية اللي عندهم طفلين أو 4 أطفال، ونيجي نعمل النهاردة مشروعات صغيرة، وبركز على كلمة مشروعات صغيرة وليست مشروعات متوسطة أو مشروعات كبرى، مشروعات صغيرة، لأن ديت هي أساس نمو المجتمع. دي القاعدة بتاعت تحول المجتمع إلى دولة حديثة. المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هي اللي هتستوعب الفئة اللي لسه ما عندهاش ثقافة قوي أو وعي قوي أو تعليم عالي زي ما حضرتك تفضلت. فأنا فكرت في هذا الموضوع من سنة، لأن أنا يعني بحب دايما إن يعني بقالي أكتر من 10 سنين بس بصفة مستمرة بحب أروح أقعد في القرية، أحب أطلع على أشوف فكر الناس الأمية دي عامل إزاي، ولغة الحوار بحبها، يعني بحب أتحاور مع هذه الناس، أشوف طب إحنا لو جينا قدمنا لك كذا وجينا علمناك، هل أنت عندك فعلا الاستيعاب لذلك؟ بيبقى السعاده مش سيعاه، لان مش لاقي حد ياخد بايده. فانا فكرت في هذا الموضوع، وتم اتكلمنا مع الدكتور نيبل وزير التعاون الدولي في المانيا والدكتور ريز رئيس الاتحاد العام لمراكز التكوين المهني في المانيا، وفعلا حصل بينا عده لقاءات، وكانوا بيشتكوا كتير ان المسؤولين السابقين في مصر ان ما عندهمش عمليه زي حته العزيمه او ان هو يبقى عنده طموح ان هو بسرعه يقدم تعاون مع المانيا او يقدم حاجه لبلده. لان النهارده الصين في الصناعه تقدمت، يعني كانت الاول الصين بتصنع منتج غير مطابق للمواصفات العالميه اللي احنا بنقول رديء الجوده.